يا مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين. ازيكم يا احلى بنات ويا احلى امهات في الدنيا كلها؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد، بس مش اي فيديو. وانا عارفة ان بقالي فترة بقول بس مش اي فيديو، بس هي فعلا مش اي فيديوهات ولا ايه؟ انا عايزة حد كده ينزل يقولي اي فيديوهات ولا مش اي فيديوهات. يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا بقى لي فترة مضبّطاكم، وباعمل لكم فيديوهات بجد يا بنات خطيرة، ولو التزمتوا بيها أوعدكم إن أنتم مش هيبقى عندكم أصلًا مشكلة في تنضيف بيتكم. بس مع كل ده أنا زعلانة منكم جدًا، ده ما يمنعش يعني، علشان قعدتوا تقولوا لي: "يا سارة ما تتأخريش علينا، سارة عايزين فيديوهات على طول، إحنا بتوحشينا، اعملي لنا فيديوهات كتير." أنا طبعًا قُلت يا لهوي! ما يخلّصنيش، حبايب قلبي يبقوا عايزين أعمل لهم فيديوهات كتير كده، وبعدين أنا أقصّر معاهم عمري. وبالفعل ما قصّرتش معاكم، فيديوهات تلاقوا، shorts تلاقوا، كل حاجة عمّالة مضبّطاكم الأسبوع ده. طيب فين بقى المقابل؟ لأ، ما فيش مقابل. في الآخر أنتم أصلًا مش بتتفرّجوا على الفيديوهات، يعني الظاهر إن أنا لمّا باتأخّر باوحشكم فبتدخلوا تتفرّجوا على الفيديوهات، لكن بقى لمّا باعمل لكم فيديوهات كتير ما فيش تفاعل على الفيديوهات ولا في لايكات ولا في كومنتات، رغم إن قُلت لكم قبل كده يا بنات إن قد إيه كومنتاتكم دي بتفرّح قلبي، وباحس بنتيجة تعبي بجد لمّا باشوف كومنتاتكم الجميلة. هو ده نفس الموضوع، اللايك اللي أنتِ بتعمليه على الفيديو ده، ده بيفرّحني، بيحسسني إن بُصّي يا سارة، لأ أنا حاساكِ تعبتِ في الفيديو، فأنتِ تستاهلي لايك على تعبِك في الفيديو ده. فالنهارده الفيديو بقى مش مُتعب يا بنات، لأ الفيديو بجد يعني صعب جدًا، فيديو المهام الصعبة أنا هاسميه كده، وهاخلّيه لِك تعملي له save عندِك علشان كل ما تبقي في يوم عارفة ما لكيش نِفْس كده تشتغلي، ما عندكيش حماس، فافتحي الفيديو ده هيدّيكِ جرعة نشاط وتحفيز وحماس مش طبيعية، تقومي تخلّصي كل اللي وراكِ. طبعًا مش هاوصيكم، أتمنى بقى اللايك الجميل بتاعكم، والكومنت اللي بيفتح نفسي على الدنيا كلها، الجميل بتاعِك كمان، وكمان لو أنتِ أول مرة بتشوفيني أتمنى تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلِك دايمًا إشعار بالفيديوهات أول ما أنزّلها. فيديو النهارده يا بنات هو تطبيق للروتين الشهري، وبنات كتير بعد ما عملنا فيديو الجدول طلبت مني ان احنا نبدأ نطبق الفيديوهات مع بعض، وانا طبعا ما اقدرش اتأخر عليكم، واي طلب بتطلبوه مني هتلاقوني على طول يعني بنفذه، عشان انتوا اخواتي وحبايبي وما اقدرش اتأخر عليكم. فبدأنا النهارده بالروتين الشهري، وأنا يا بنات الجدول برضه عشان نبقى متفقين مع بعض، الجدول اللي أنا نزّلته لكم ده مش قرآن، يعني إيه؟ يعني أنتِ تقدري تلعبي فيه براحتك جدًا، تقدري تبدّلي الأيام، تقدري تبدّلي المهام كمان، يعني إحنا النهارده مثلًا مش آخر الشهر، بس أنا حسيت إن عندي حاجات محتاجة تتعمل في الروتين الشهري، فمش هينفع تستنى مثلًا لآخر الشهر، زي تنضيف الفرن، أنا مثلًا الشهر ده استعملت الفرن كتير، كتير جدًا يعني، فده انعكس على إن الفرن عندي بقى متوسخ، فأنا بصراحة مش هاستنى عليه يتوسخ أكتر من كده، لإنه ما كانش هينضف حرفيًا يعني، لإنه مش طلّع عيني، لأ سيبكم من الكام دقيقة اللي أنتم شايفينها دول، ده أنا أولًا عاملة نُص الفيديو على باي 2 علشان الفيديو ما يبقاش كمان طويل أوي عليكم، فهتلاقوا نُص الفيديو ده أنا مسرّعاه، وكمان حاجات كتير جدًا أنا شِلتها عشان أنا مش عايزة أطوّل الفيديو عليكم. فيا بنات من أكتر الحاجات اللي بجد يعني الحمد لله بتدّيني طاقة إيجابية وراحة نفسية، هو إن أنا ابتديت أقسّم مهامي وأبقى عارفة أنا عندي إيه هيتعمل وإيه اللي ورايا وإيه اللي لو عملته دلوقتي هيريّحني قدّام شوية. فمن الحاجات اللي أنا دخلت المطبخ مكرّرة، عارفة أمّا تبقي داخلة كده عارفة، طيب أنا النهارده سارة إحنا عندنا النهارده الفرن عايز يتضبّط مثلًا، لأ الشفاط الهرمي بتاعي بقى لي فترة بصراحة ما نضّفتوش كان عايز يتنضّف، فأنا داخلة مقررة هاعمل إيه. طيب هل أنا مثلًا كل الحاجات اللي كنت مقرراها عملتها؟ absolutely لأ طبعًا، استحالة، لإن أنا تعبت في النُص فالجو حَر واتفرهدت، وبعدين يا جماعة الهدف هو إن إحنا برضه أولوية، زي ما هاقول لِك دايمًا، أنتِ أولوية. ف
أنا قُلت إيه، طيب ما فيش مشكلة، أنا كده بقى ضربت عصفورين بحجر، منها إن أنا خلّصت نُص المهام الشهرية اللي كانت عندي، يعني أنا كان عندي مثلًا الشفاط التاني المفروض يتنضّف ما قدرتش إن أنا أعمله خلاص، كان عندي الحوامل والعيون بتاعة البوتاجاز برضه ما قدرتش إن أنا أعملها، قُلت مش مشكلة، تاني يوم مع التنضيف الأسبوعي هاعمل الحوامل والعيون بتاعة البوتاجاز، وقُلت مع التنضيف الشهري هيبقى فاضل لي الشفاط بس وألمّع الفرن والشفاط الهرمي بتاعي تلميعة سريعة كده، فعارفين قد إيه يا بنات بجد كل ما قسّمتِ المهام اللي عندِك، كل ما أنتِ بقت الدنيا أسهل عليكِ. كمان أنا باحُط نَفْسي أولوية، لمّا بالاقي نَفْسي تعبت بجد خلاص، فأنا الفُرن هلكني مش تعبني بجد والله يا بنات، أخَد مجهود وتعب جامد جدًا، لإنه أنتم شُفتوا صورته يعني أنتم شُفتوه في الأول، أنتم شُفتوه مش محتاجين كلام خالص. وبعدين أنا أصلًا عندي الصاج بتاع الفُرن ده ما أعرفش ليه أولًا هو بيتوسّخ من أقل حاجة، ما أعرفش هو يمكن نوعه كده، أنا مش عارفة، يعني هو يمكن النوع بتاعه بس هو أنا عندي 2 يا بنات، واحد اللي بيبقى تحت خالص مكان الفوط اللي أنا حاطاها دي، وواحد تاني اللي هو الكبير، اللي بيبقى فوق تحت الشبكة. فاللي تحت ده أنا عايزة أقول لكم إنه ما شاء الله من أقل لمسة رغم إنه بيبقى متوسخ برضه، من أقل حاجة بيلمع حرفيًا. التاني ده بياخد منّي تعب ومجهود في تنضيفه مش طبيعي، لدرجة إن أنتم هتلاقوني في الفيديو بعد ما غسلته في بُقعة كده كانت مطلّعة عيني في تنضيفها، بس أنا ما كنتش هاعرف أسيبها، لإن أنا لمّا أرجع أسيبها وترجع تاني مع الشغل بقى تاني في الفرن، وإن أنا أعمل فيه أكل وكده هتتبهدل أكتر، وأنا ما عنديش استعداد بصراحة إن أنا حاجتي تبوظ. يعني بصراحة يا بنات أنا من يوم ما اشتريت الأجهزة بتاعتي الأخيرة دي، لإن أنا عندي الفرن والبوتاجاز الاتنين أنا اشتريتهم جديد وأنا بانقل الشقة دي، هم بقى لهم تقريبًا 3 سنين دلوقتي. فمن يوميها أخدت قرار إني دايمًا أول بأول هتبقى إيدي فيهم علشان أحافظ عليهم، شايفين بُصّوا يا بنات اللمعة، هو ده اللي باقول لكم بينضف ما شاء الله مجرد بالمسه بينضف بسهولة. بُصّوا بقى التاني ده اللي بيطلّع عيني وعايزة أقول لكم بقى اللي باستغربه إنه برضه بيتوسخ بأقل حاجة، ما بيستحملش يعني. فعايزة أقول لكم برضه يا بنات حاجة، بما إن طبعًا ناس كتير ما فيش عندها الأفران الbuilt in دي، وأنا يا حبايب قلبي حاسة بيكم، لإني عارفة قد إيه الأفران بتاعة البوتاجازات الكبيرة دي مُهلِكة ومُتعبة جدًا في تنضيفها، مُتعبة أنا كان عندي واحد كان مُقرف في تنضيفه بجد يعني. فعايزة أقول لكم حاولوا بقى إن أنتم الفرن ما تعمليهوش على مرّة واحدة، يعني هاقول لِك على حاجة، ممكن تاخدي صاج مثلًا لإنه بيبقى الصاج بتاعه كبير، أنا عندي هنا الفرن بتاعي عشان صغير، فالصاج بتاعه صغير، التاني بيبقى ما شاء الله حجمه كبير، فأنتِ برضه اوعي تهملي فيه، دايمًا إن شاء الله كل أسبوعين خدي مرّة شبكة، مرّة خدي الصاج، مرّة خدي البوتاجاز اللي هو الإزاز الأمامي والخلفي، يعني نضّفيه من قدّام ومن جوّه، مرّة مثلًا خدي الجنبين بتوع الفرن، فاهماني؟ يعني حاولي إن أنتِ بلاش تخلّيه كلّه على مرّة واحدة، لإن أنا عارفة إن الموضوع هيبقى مُتعب، وعشان خاطري حاولي دايمًا بالذات الأجهزة الكهربائية الكبيرة إيدِك فيها تبقى أول بأول، يعني البوتاجاز ده أكتر حاجة اوعي تهملي فيه، خلّي عندِك دايمًا روتين أسبوعي للبوتاجاز من فوق زي ما وريتكم كده في الجدول إن إحنا نعمل ال العيون والحوامل كل أسبوع، وخلّي عندِك في الفرن لو كل أسبوعين هتعملي فيه قطعة هترتاحي والله بجد، وده عن تجربتي، لإن أنا مجربة وعارفة هو قد إيه مُتعب. أنا برضه يا بنات عندي هنا في الفرن بتاعي الإزاز اللي جوّه بيتفك، أنا ما أعرفش ده موجود وبرضه الحوامل بتاعة الصاج واللي هي الشبكة دول عندي بيتفكّوا، الحوامل الجانبية دي أنا برضه ما أعرفش يا بنات ده موجود في كل الأفران والّا لأ، فأنتِ اوعي تعملي كده وتقلديني ويطلع ما بيتفكّش عندِك وتبوّظيه، اتأكدي الأول، لإن أنا أول ما جِبت الفرن بتاعي ده دخلت اتفرّجت على فيديوهات كتير جدًا وكنت باكتب بالسيريال بتاعه وبالاسم بتاعه كامل، علشان خلي بالِك الموديلات كمان بتختلف، وادخلي بُصّي في الكتالوج بتاعه واتأكدي علشان لا قدّر الله ما تبوظيش فيه حاجة، طبعًا الحاجات دي غالية جدًا ومش هنعرف أصلًا نعوّضها خلاص، اللي جاب حاجة يحمد ربنا إنه جابها يعني. طبعًا هو يعني أنا مش قادرة أتخيّل الوضع، شايفين إحنا كنا إيه وبقينا إيه، يعني الحمد لله. هو طلّع عيني حرفيًا،
حرفيًا بهدلني آخر بهدلة، بس بجد النتيجة يعني وهمتني، لأ والله العظيم فتح نِفسي الحمد لله وفرّحني يعني. تعالوا بقى ندخل على الوحش، وحش الفيديو النهارده، اللي بجد يا بنات هو ده اللي ينطبق عليه أغنية غلطة وندمان عليها، يعني بجد يا ريتني باسمع الكلام، أنا يا جماعة ما باسمعش الكلام، تقولوا لي ليه؟ أقول لكم هو كده، إحنا البشر كده بنحب تعب القلب. أنا بقى واحدة من الناس اللي وقفت كده وشوّحت بإيدي وقُلت لهم لأ، إلا الهرمي ده، أنا لازم أجيب الشفاط الهرمي، مش هادخل الشقة إلا أمّا أجيبه، ده جزء لا يتجزأ من المطبخ، وأنا عايزة مطبخي يبقى modern وعايزة أجيب الشفاط ومع الأجهزة كده هيبقى شكله مش عارف إيه، وأنا مش هاكدب هو شكله فعلًا تحفة ولغاية النهارده يعني أنا باتوهِم بشكله والله العظيم، بس فعلًا يا بنات عارفين اللي جاب لنفسه وجع الدماغ، لإن هو كشفاط هو مش شفاط أصلًا بقى ليه؟ لإن أنا يا بنات وأنا باشتري الشفاط ده هو الشفاط ده يا بنات نوعه هانز، وأنا مش باقول إن هانز فيها حاجة مش كويسة أو إنها شفاطاتها مش كويسة ولا حاجة لأ، لإن أنا اللي كنت هاجيبه أصلًا كان الواط بتاعه أعلى أو قوة الشفط بتاعته يعني كانت أعلى. بس أنا على حظي الجميل إن أنا من 3 سنين كده يا بنات وأنا باشتري الأجهزة بتاعتي دي، للأسف كان حصل مشكلة كده في الاستيراد وأكيد أنتم فاكرينها، يعني العرايس اللي كانت بتجهّز في الوقت ده هتفتكر، لإن أنا فاكرة أنا رُحت بيتِك ورُحت كل مكان لفّيت، كانوا بيخبّوا الأجهزة حرفيًا، ما فيش أجهزة، يعني أنا عايزة أقول لكم لا ده الفرن اللي أنا كنت عايزة أشتريه، ولا ده الشفاط أصلًا اللي كنت عايزة أجيبه، الاتنين دول أنا جبتهم قوةً واقتدارًا، اللي هو أنا في أمر واقع، عارفين؟ خلاص يعني أنا عاملة حسابي في تصميم المطبخ إن أنا جايبة ده وهو مش موجود، أنتم متخيلين الوضع بقى؟ فالمهم يا بنات إن الشفاط ده أنا لمّا جِبته يعني الحمد لله الحاجة الوحيدة اللي فعلًا مريّحاني إنه ما كانش غالي، يعني أنا جِبته بعد ما دُخت والله يا بنات دُخت حرفيًا عشان ألاقيه، كان موجود أنواع تانية حتى المهندس أيامها قال لي: "طب ما تجيبي أحسن اللي بيركب له unit يعني في حاجات كده بيركب أصلًا unit فوقيها أو وحدة يعني، تستغلّيها في تخزين في حاجة." وأنا أقول له: "أبدًا، أنا عايزة اللي بمدخنة." أبدًا، هو ده اللي أنا عايزاه، وحصل وجِبته، بس جِبته بقى ديكور، يعني إن أنا أقول لكم إن ده ليه وظيفة، لأ، وظيفته بقى إن بيتراكم عليه الدهون والتراب، وإن أنا لازم أنضّفه وأنضّف الفلاتر بتاعته، عشان إيه، عشان هو طبعًا بيتوسخ عشان البوتاجاز تحتيه، مش عشان أنا باستعمله، لأ، هو أنا بانضّف الفلاتر دي عشان البوتاجاز تحتيه فقط لا غير، طبعًا بيتطرطش عليه بقى زيت وحاجات، ومن فوق هو بيتطرّب عشان بافتح الشباك. أكتر من كده بقى هو له وظيفة لأ، فهو يعتبر load أصلًا عليَّ في المطبخ، لإن هو تنضيفه مش سهل على فكرة، تنضيفه صعب وزي ما أنتم شايفين كده هو فوق ولازم أجيب السلم وأطلع له فوق، الفلاتر بتاعته دي صعبة في تنضيفها ورخمة، فبجد هو أذى، بجد يعني. فالحمد لله عايزة أقول لكم أصلًا إن من كتر ما قفلني والله ما ركبت له حتى المدخنة بتاعته، يعني بُصّوا يعني رخم بجد يعني. المهم مش عايزة أشارككم بقى أحزاني أكتر من كده، خلّينا إيه في الحاجات الإيجابية. عايزة أقول لكم إن أنا والله وحياتكم عندي ما كنت عايزة أنضّف الجزء بتاع المطبخ ده، اللي هو بتاع البوتاجاز، أنا قُلت كده خلاص زي الفل، وبعدين إيه، مش مشكلة أنا كده تمام حلو أوي الفرن والشفاط حلوين كده النهارده أنا تعبت أصلًا. ألاقي لكم إيه بقى، أنتم شُفتوا المنظر، بعد ما نضّفت برضه الشفاط الأذى برضه بعد ما طلع عينيه في تنضيفه، طبعًا كل القرف اللي كان فيه وأنا بانضّف ومكان الليفة وكده ومكان المَيّة، نزل كلّه تحت على البوتاجاز. فطبعًا أنا أصلًا في جزء كبير جدًا ما صوّرتوش معاكم، أنا عايزة أقول لكم كل الجزء اللي حوالين الفلاتر داير ما يدور ده، ده بيتنضّف كلّه، بارجع أرُش عليه تاني كلّه وارجع أغسله كلّه، فوأنا باغسله طبعًا رجع وقّع تحت على البوتاجاز، وعايزة أقول لكم إن أنا عندي وحدتين تحت البوتاجاز يا بنات، عايزة أقول لكم الوحدتين دول باغسلهم من تحت كمان مع الروتين ده، يعني لازم بيتغسلوا مع الشفاط لإنهم برضه بيبقى فيهم دهون، خلّوا بالكم من الأماكن دي. بس وبعدين يا بنات فاضطريت إن أنا أغسل البوتاجاز، بس بقى ما غسلتش ال العيون والحوامل، هو البوتاجاز عندي كان محتاج غسلة برضه بالسيترس كده، ودي أنا باعملها مرّة واحدة كل أسبوع، وساعات لو البوتاجاز مش مستاهل باخلّيها كل أسبوعين، بس عشان ما ابقاش بافتي يعني لأ، هو كل أسبوع بيبقى محتاج مرّة بالسيترس كده مكان بقى الدهون والحاجات دي، لكن أنا كل يوم بانضّفه بعد الغدا
بالقماشة العادية خالص، لو لقيت في بُقعة مش بتطلع بالقماشة بانضّفها بالليفة، وما باحبش بصراحة أحُط عليه ليفة كتير ولا سِترَس ولا الحاجات دي علشان الstainless بتاعه ما يتأثّرش، وهو ما شاء الله يعني من أحلى الحاجات اللي حصلت لي واللي عملتها إن أنا جِبت بجد البوتاجاز الbuilt in والنوع الأريستون ده ما شاء الله يعني. عايزة أقول لكم يا بنات إن شاء الله أنا ناوية أعمل لكم قريب جدًا فيديو عن أجهزتي الكهربائية، لإن الفيديو ده اتطلب مني كتير جدًا، وبنات كتير بالذات العرايس حبايب قلبي أنا عارفة، بيبقوا عايزين برضه يعرفوا تجربة غيرهم في الأجهزة، وخصوصًا إن الحاجات ما عادتش سعرها قليل، فانتظروني إن شاء الله قريبًا. أنا بقى عايزاكم دلوقتي بعد ما تخلّصي الفيديو ده، تقومي بقى يا شطورة كده وتدخلي المطبخ، زي كده ما بنات كتير حبايب قلبي بيكتبوا لي إن قد إيه هم فعلًا بيتحمسوا لمّا يلاقوني بانضّف حاجة وبيقوموا ينضّفوها، وبما إن أنا عارفة إن في بنات كتير جدًا فعلًا بتتحمّس لمّا تلاقي حد بيعمل حاجة قدّامها وبيشتغل قدّامها، ده بيشجّعها كده ويحمّسها إنها كمان تقوم تشوف اللي وراها، فأنا والله باحب أعمل معاكم الفيديوهات دي. أنا عايزة أقول لكم إن كتير جدًا أوقات كنت يعني أمّا يبقى عندي حاجة بالذات يا بنات الشغل التقيل، يعني عارفين التصوير مش سهل، إن أنا كل شوية أضبط زاوية تصوير وأشيل ring light أنقلها وأضبط المايك مثلًا أو أضبط الكادر بتاع التصوير، الموضوع ده بياخد وقت، مع كمان إن أنتِ بقى بتعملي حاجة تقيلة وحاجة بتاخد أصلًا وقت، يعني سيبكم من الفيديو اللي متصور قدّامكم دلوقتي ده في 15 دقيقة والّا في 18 دقيقة، ده ممكن يكون واخد أكتر من ساعتين تصوير، متخيلين؟ وبعد كده بارجع أعمل مونتاج، فبجد يا بنات المونتاج ده بيختصر حاجات كتير جدًا، فاوعوا تكونوا فاكرين إن هو ده يعني الوقت اللي أنا خدته في التصوير، لأ طبعًا، ده أنا باقعد وقت أطول من كده وباشيل حاجات كتير جدًا علشان مش عايزة برضه الفيديو يبقى ممل ولا طويل عليكم يعني. زي ما شفتوا كده يا بنات أنا خلّصت العيون، أنا ما عملتش فيهم أي حاجة ولا الحوامل، أنا أصلًا كده كنت لسه غاسلاهم كمان ما كانوش محتاجين أوي، حتى أنتم هتلاقيهم يعني مش محتاجين إن هم يتنضفوا، مش اللي متوسخين يعني لأ، هم كانوا يعني عادي ما فيهمش حاجة، هم البوتاجاز بس اللي كان وقع عليه مكان تنضيف الشفاط واتبهدل، اتمسح مسحة سريعة والله بجد ما خدش منّي كمان وقت يعني. وزي ما أنتم شايفين كده الحمد لله من يا دوب مسحة كده سريعة بقى زي الفل، وده يا بنات زي ما قُلت لكم لإني الحمد لله دايمًا إيدي في المطبخ، وأكتر حاجة مش عايزة أقول لكم، أكتر حاجة في البيت إيدي فيها دايمًا هو المطبخ، بالذات في الصيف أكتر من الشتا كمان، لإن أنا باخاف جدًا من الدهون ومن الحاجات دي إن لا قدّر الله تجيب حشرات أو حاجة، لأ يعني باترعب، عندي فوبيا حرفيًا يعني. شايفين الشفاط؟ بربرق، بربرق شايفين اللمعة؟ بصراحة يعني أمّا بيتنضف بيبقى حاجة هو مطفي بقى من الدهون كده بيبقى لأ بشع يعني. واديني بقى كده خلصت المطبخ بجد يا بنات، يعني أنا عايزة تشجيعة وتسقيفة ولايك وتنزلوا كلكم تشجعوني في الكومنتات كده وتقولوا الله عليكِ يا سارة شجعتينا نقوم إن إحنا ننضف كل اللي ورانا ونخلّص كل اللي ورانا، واديتينا جرعة حماس ونشاط كده. بس عايزة أقول لكم إن أنا خلّصت ودخلت على الحمام جري. نضّفت الأول كده الحمام تنضيفة زي الفل، لإني زي ما قُلت لكم قبل كده يا بنات إن أنا الحمد لله من أكتر الحاجات اللي ساعدتني إن أنا أنجز مهام البيت بسهولة، إن أنا ربطت الحاجات ببعض، فبقى عندي سواء أنا هاخد shower أو حد من البنات، على طول لازم بادخل أنضّف الحمام بعده، ودي حاجة الحمد لله خلِّت حمامي بقى نضيف على طول، يعني زي ما أنتم شايفين كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وكمان صوّرت لكم البيجامة قُلت يالّا حاجة حلوة في الفيديو يعني، لأ والبيجامة جديدة وبتاكت، يالّا مش مشكلة، عايزة أقول لكم الbrand بتاع ميمو ده خطير يا بنات، ناوية والله، ناوية برضه إن أنا أقول لكم على حاجات كده في اللبس بتبقى خطيرة يعني. والperfume بقى والmist ويالّا نضبّط نَفْسنا، وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منّه ولو بحاجة بسيطة، وطبعًا لو عجبِك الفيديو أتمنى تعملي لي like تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس واستنوني في فيديو جديد ومع السلامة.